أهلا وسهلا فيك يا حاج. أهلا بك. بالنسبة كانت لحالة الوفاة، ماذا كنتم تعملون؟ حالة الوفاة لما كان يتوفى واحد سواء من الحارة الشرقية أو من الغربية. من عبدس. نعم. من عبدس. أولا كان في لما يتوفى واحد من الشراقة كانت المقبرة في الحارة الغربية، يعني ناحية الحارة الغربية. نعم. يجوا الحارة الشرقية بدهم يدفنوا، لما يدفنوا زلمتهم أهل الحارة الغربية يقفوا ويحلفوا عليهم ما تروحوا إلا تتغدوا، يميلوهم على الديوان، يذبحوا ذبيحة أو 2 أو 3 على قدر على هوى الناس ويغدوهم. وبرضو الحارة الشرقية لما يصير في الحارة الغربية نفس الصيغة. بعدين يقعد العزاء مش زي هالحين بيقعد 2 و3 أيام. لا، كان لأنه العزاء كان يصير في الديوان، والديوان يقعد أشهر وهو شغال. يجي القواد من برا، يجي من البلاد المجاورة، من نسايبهم من برا مثلا، من الأصحاب، من الأقواد، يقعد مش أقل من 40 يوم والحارة كلها تأكل لحم. كل يوم لازم يجي قود أو 2 ويذبحوه، واللي يجيب القود يجيب جماعته ويذبحوا القود بتاعه ويطعموه يأكلوا، ويجي مروح ويجي من البلد الثاني هي كانت الحالة شغالة عند كل الناس، عند أهل البلد. وبرضه لما كان يصير عزا في بلد ثاني نفس الطريقة. العريس لما كان مثلا العروس يعني سيبك من البلد، هذا العريس لما تروح العروس يصير قرايبه والجيران وأحبابه يصيروا يجيبوا له أقواد. شو الأقواد؟ أيوة وضح لنا إياها. ذبايح يعني. كان اسمه قود. أيوة قود. يعني الذبيحة، الخروف يقولوا قود، العجل يقولوا قود. يعني هذا قود زي ما تقول يودي له انه نعم. يذبحوا ويجيب جماعته، اللي يجيب القواد يجيب جماعته ويقعدوا في الديوان، يذبح الذبيحة اللي جايبينها ويتغدوا فيها ويروحوا. قرايبه كلهم، قرايبه واحبابه يسووا عشيات، اسمه عشيات. العشاء هذا يودوا له العريس على الدار. نعم. اما القواد اللي كانت تيجي من برا هذا في الديوان، يقعد له مش أقل من شهر 40 يوم وهو كل ليلة لا يعجنوا ولا يخبزوا ولا يطبخوا. كل أهل العريس وهم يأكلوا لحم ومفتول ورز وزي هيك. طيب بالنسبة لمهر العروس، عفوا نقوط العروس، إيش كان نقط العروس؟ نقوط عاملة من المتداول. مين كان يعطيها يعني؟ أهلها، إخوالها؟ كان أهلها. أيوة. يعني أبوها ما هو اللي بياخذ الفيل. نعم. أبوها اللي ينقطها لما تطلع. بعدين أنت لك صاحب، يعني العريس صاحبك، تروح تبارك له تنقطوا أنت ومقدرتك. ممكن تنقطوا ليرة، ممكن تنقطوا 10، ممكن تنقطوا نص ليرة، ممكن على حسب إمكانياتك. طيب العروس طبعا قلت أبوها بأخذ الفيد أو المهر. إيش كانوا بيشتري العروس الفلوس هذه؟ كان يشتري ذهب وملابس. ملابس من وين؟ في عبدس فيش فيها ملابس؟ لا، يعني المجدل. احنا يروح على المجدل، مدينتنا المجدل، سوق المجدل. المجدل. يشتروها ثياب يعني، او هي كانت من حد ما تقبل يصير عمرها 10 سنين تصير تشتري ثياب وتطرز. يعني ما يجي يصير 20 سنة 18 سنة 17 سنة تتجوز اللي عندها مش أقل من 10 15 ثوب، هذول اسم من ثياب مطرزات. نعم. واللي ما عندهاش ولا واحد إلا كان عندها يجيبوا لها فساتين.